شو وسع السيارة؟ علشان اكسب فلوس. ليش؟ ابوك وينه؟ ابي مات. حتى انا ابي مات. تدرس؟ لا. ليش؟ اصلا عمي ما رضيش يدرس عياله واحنا نقص نشتغل له. شوف حتى انا لو ما يقابلناش فلوس شوف كيف يعمل احنا عمي. عماك؟ ايوه عمي يا اخوي. ايش يشتغل؟ اسرق. تجي معنا؟ لا انا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اسرق؟ لا. استعمل يا حمار. من امرك تنظف؟ اختك مريض ولا قال شي تسرق؟ يا ابني روح. يا عم انت مصدق ذي هالفاتورة. ايش من فاتورة نخيم شيء؟ خلاص يا سمي صلى عنك. فاتورة الحين رويني فاتورة. الفكرة يا سمير العمل اللي سويته الآن كان قاسي قدام. يا أخي لا قاسي ولا هم يحزنون. هذه الأشكال كثرت بالمساجد بالأسواق بكل مكان. إذا ما وقفناش وقفة حازمة لهم بتكون ما فيش فايدة بالدنيا ذي. طيب يا سمير تخيل بالله عليك الموقف هذا حصل لك أنت، مت ودار عليك الزمان ونفس الموقف أقع على واحد من عيالك. يا أخي فال الله ولا فالك. شوف لا تدخلناش أنا بالموضوع. متوا عيالي يا أخي. إذا سرق ما تفهمش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي ما تنساش الموعد بكرة. بس انتهى. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. الو ايوه ايش تقولي؟ الذهب من فين؟ طيب ايش وقع به؟ ايش؟ اكتسرت ايده؟ طيب خلاص انا باقي الان خلاص مع السلامة. راسي يتزق. مكانة اليتيم في القرآن والسنة عظيمة. لقد شاء ربي جل وعلا أن ينشأ حبيبنا المصطفى يتيما، فما من أمة أكرمت اليتيم وأحسنت إليه واعتنت به تعبدا لله وامتثالا لأمره جل وعلا وامتثالا لأمر الرحمة المهداة. أقول لا يوجد على وجه الأرض أمة أكرمت اليتيم وأحسنت إليه كما أكرمت اليتيم أمة اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. وهذا إن دل فإنما يدل على كرامة اليتيم ومكانته.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لا حرج عليكم أن تخالطوا اليتامى، هذه مكانة اليتيم والآيات كثيرة. فيقول بأبي وأمي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أبشر يا من تكفل اليتيم، هذه أعلى منزلة في الجنة، إذ أن الله جل وعلا قد جعل للمصطفى منزلة ومكانة لم يبلغها أحد سواه ولو كان من أولي العزم. والله ما سرق في عم، أنا ما يسرق. هذا هو اللي كلمتك عليه، هو صاحب الموقف يا أخي. لو سمحت طرق حقا إلى أختي مرة زاهل. لحظة يا ابني، أنا بقول لك لحظة.